السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أعمل الحلقة دي عشان الجو شتا والجو ساقع، فالسخان وعيوب السخان والفنيين ما بيرضوش يجوا. فأنا بقول في الحلقة دي إن أنت ممكن تحل أو تعرف السبب بنفسك، وتقدر إن أنت تتعامل معاه لغاية ما يجيلك الفني لو معرفتش تحله. أول حاجة هتكلم عن عطل سخان الغاز بيشتغل ويفصل على طول. يعني يقولك ايه، هو شغال بس بيفصل وما بيلحقش يسقع المية، والمية بتيجي ايه، باردة. وانا ان شاء الله هعمل حلقات منفصله زي كده، كل حلقه فيها عطل ايه معين من اللي انت بتقابله في السخان الغاز. فاول حاجه من ضمن الاسباب دي، اول حاجه ممكن يكون في انخفاض في ضغط الميه. يعني الميه اللي داخله للسخان مش قويه، ما بتخلوش ايه يستمر ان هو يضغط فيفتح جرده الداخ فينزل ميه ويفضل ايه الشعله شغاله. فده بيحتاج الى ماء كافي علشان ما يفصلش منك ايه السخان. لو الميه ضعفت هيفصل منك. طب واحد بيقول لي انا الميه عندي شديده، يبقى اكيد في سبب تاني. اول حاجه السبب التاني هو حساس الحراره. حساس الحراره ده لو في عطل ده بيرسل اشاره خطا للنظام، فيؤدي الى توقف السخان بشكل ايه مستمر. وانا هوريكم بشكل عملي حساس الحراره ده ايه وظيفته وبيعمل ايه، وتعرف منين بالنظر ان هو شغال او بعيد عن الشعله. لو بعيد عن الشعله هيدي خلل ويخلي السخان يقفل ايه على طول. فهنشوف دلوقتي مع وده الحقيقه العيب الشائع بيبقى فيه السخان اللي هو الحساس بتاع الحراره. انا هوريكم هنا، ده بيبقى واحد للشعله واحد اسمه حساس الحراره. ده بيعمل ايه؟ ده ان انا اما باجي اشغل السخان، تمام، في الشيرز اللي هي بتاع الشعله بيفتح، وفي واحد جنبه ده اسمه حساس الحراره. لا لو بعيد عن النار انا كده فتحت السخان، اللي على اليمين دي أدت الشعلة، والطويلة دي اللي هي الشمعة التانية دي اللي هو اسمه حساس الحرارة. ده لو بعيد عن الشعلة هيخلي السخان يفصل، أو لو في عيب بيتغير. تمام، هتلاقي حضرتك وشوف هنا الشعلة أو الشمعة دي احمرت، ده دليل كده إن الحساس قريب من النار وشغال، فالسخان كده مش هيفصل منك. يبقى ده عيب شائع في السخان، إن هو بيبقى حساس الحرارة أو الشمعة دي هي اللي بتتغير، أو ممكن يكون سليم بس بعيد عن الشعلة بتاعت نار. تالت حاجة اللي يخلي السخان يفصل انسداد في الأنابيب بتاعته أو المواسير بتاعته، فبيؤدي إلى مشكلة في تدفق الغاز أو الماء، فيؤدي إلى فصل السخان باستمرار. السخان استهلك ففي انسداد في المواسير بتاعته أو الأنابيب، فالضغط بتاعه قليل فيؤدي إلى فصل إيه السخان.